السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الدرس الثالث، الصف السابع، المنهاج السوري مع فريال. الدرس التعاون. نص أدبي. الشاعر عبد الرحمن حيدر. نص أدبي. مدخل إلى النص: الحياة لوحة غنية الألوان، ومنها نتعلم المحبة والعطاء لبناء مجتمع تغمره السعادة بفضل التعاون أبنائه. النص: أنا ما خلقت لكي أعيش بمفردي، والناس بحر زاخر الموجات. إنا معا نبني الحياة جميلة بتآلف وتعاون وصلات. يزهو التعاون في الحياة محبة غمرت قلوب الناس بالبسمات. بالحب نصنع ما نشاء من العلا، وتذوب فيه فوارق الطبقات. ويضمنا روض السعادة كلنا، قلبا يرف هواه مع الخفقات. فحضارة الإنسان فيض تعاون بين الجميع على مدى السنوات. ويعلمنا رغد الحياة، فكلنا أيد تشارك في بناء الآتي. فأنا وأنت وكل فرد بيننا جزء يتمم لوحة النحات. شرح المفردات: زاخر ممتلئ، روض مفردها روضة، الأرض المشربة، رغد الطيب. شرح قصيدة التعاون. البيت الأول: أنا ما خلقت لكي أعيش بمفردي، والناس بحر زاخر الموجات. الشرح: أنا ما خلقت لكي أعيش وحدي، الله خلق الناس مليئة بالأفكار والمواهب. البيت الثاني: إنا معا نبني الحياة جميلة بتآلف وتعاون وصلات. الشرح: إننا نبني معا حياة جميلة بالحب والتعاون. البيت الثالث: يزهو التعاون في الحياة محبة غمرت قلوب الناس بالبسمات. الشرح: يؤدي التعاون لنشر المحبة ويملأ القلوب الناس بالأفراح. البيت الرابع: بالحب نصنع ما نشاء من العلا، وتذوب فيه فوارق الطبقات. الشرح: عندما نحب بعضنا البعض نعلو بالأخلاق وتذوب فوارق الطبقات. البيت الخامس: ويضمنا روض السعادة كلنا، قلبا يرف هواه مع الخفقات. الشرح: يجمعنا الحب في الحياة مليئة بالسعادة، ونعيش كقلب واحد دائم الخفقان. البيت السادس: فحضارة الإنسان فيض تعاون بين الجميع على مدى السنوات. الشرح: تبنى حضارة الجميع على التعاون على مر السنوات. البيت السابع: ويعمنا رغد الحياة، فكلنا أيد تشارك في بناء الآتي. الشرح: عندما نتشارك ونتعاون في بناء المستقبل تصبح حياتنا مليئة بالسرور والسعادة. البيت الثامن: فأنا وأنت وكل فرد بيننا جزء يتمم لوحة النحات. الشرح: كل شخص له دور مهم في بناء المستقبل، فكلنا نكمل بعضنا البعض. مهارات الاستماع: 1. استبعد الإجابة غير صحيحة مما بين القوسين. ألف: يحقق التعاون المجتمع الحضارة الشوق الحب الخير. الجواب: الشوق. ب: الموضوع الذي يعالجه النص اجتماعي وصفي إنساني. الجواب: وصفي. القراءة الصامتة: من فهمك المقطع الأول بما نبني الحياة. الجواب: من خلال التعاون والمحبة. 2. اشرح منطلق بناء العلاقات الإنسانية في رأي الشاعر مستفيدا مما ورد في المقطع الثاني. الجواب: البهجة والتعاون والعدالة والمساواة، وانتهاء فوارق بين الطبقات المجتمع. الاستيعاب والفهم والتحليل: 1. استعين بالمعجب في تعرف المعاني المختلفة لكلمة يزهو. الجواب: زهى الشيء أضاء، زهى شب كبر. 2. اختار مما يأتي الكلمات التي تنتمي إلى مجال الأسس: قلوب، جزء، الخفقات، هوى،
الحب فوارق. الجواب: قلوب، الخفقات، هوى، الحب. ب. الفكرة العامة للنص: التعاون سبيل لبناء الوطن، الدعوة إلى التعاون. الجواب: الدعوة إلى التعاون. 3. انسب كل فكرة من الأفكار الآتية إلى البيت الذي يضمها. 1. الجواب رقم البيت السادس. 2. البيت الثالث. 3. البيت الثاني. 4. أدل من النص على البيت الذي يعبر على معناه الآتي. الجواب: البيت الخامس. أوضع ثمرات المحبة في ضوء فهم البيت الرابع. الجواب: بالمحبة تنمو السعادة ونبلغ العلا والمراتب العليا. 6. أشير إلى ما تحققه المشاركة الاجتماعية في رأي الشاعر مستفيدا مما ورد في البيت الرابع. الجواب: الحياة الهانئة السعيدة، مجتمع مزدهر وحضارة متقدمة. قال إيليا أبو ماضي: يا رفيقي أنا لولا أنت ما وقعت لنحن. أوضع وجها من أوجه التشابه من هذه البيت والبيت الثامن من النص. الجواب: كل الشاعرين تشير إلى أن البشر وحده متكامل وكل فرد يكمل الآخر. التذوق الجمالي: أبين الفرق في الدلالة على المعنى بين التعبيرين الآتيين مستفيدا من الفائدة السابقة. الحب يحفظ. 1. الحب يحقق الكثير من الأشياء منها صفات المجد والعلا. 2. لذلك تقدم الحب على الفعل نصنع. 2. املأ الفراغ مما يناسب فيما يأتي. شبه الشاعر القلب بطائر يرفه وأنا أشبهه بالقمر المضيء. 3. أبين الدور المدود في إثراء موسيقى النص وأمثل لها من البيت الثاني. الجواب: الحياة جميلة إن بتآلف. تطبيقات اللغوية: أعرب الشطر الآتي: غمرت قلوب الناس بالبسمات. غمرت فعل ماضي مبني على الفتح وتاء التأنيث لا محل لها من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر ضميره هو. قلوب مفعول به منصوب وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. الناس مضاف إليه مجرور. بالبسمات الباء حرف مبني لا محل له من الإعراب. البسمات أصبح اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. 2. اجعل الفعل الآتي مسيدا بحرف واحد ثم بحرفين: أصنع وصنعوا. وعلم ما يأتي: كتابة التاء مبسوطة في كلمة الموجات لأنها جمع مؤنث سالم لكلمة موجة، وجميع المؤنث السالم منتهي بألف وتاء. كتابة الهمزة على صورتها في نشاء: كتبت الهمزة هنا مفردها على السطر لأن الحرف الذي قبلها ساكن. وهي بكون انتهى الدرس. لا تنسوا تحطون لايك واشتركوا بقناتي واضغطوا على زر التنبيه مشان توصلكم كل جديد، ويلا سلام.